أكثر الأكلات المظلومة بعالم الطبخ السودا وقلوب الدجاج، مع إنه هالأكلة من أكثر الأكلات المفيدة للجسم وكل عيلة بتطبخها على مزاجها. فتعالوا شوفوا طريقتي واكتبوا لي بالكومنتات طريقتكم، بتحبوا هالأكلة ولا لا. بالبداية بننظف قلوب الفروج، ضروري كتير تنظفوها. إن كنت اسموها بالنص مثل ما موضح، ونشيل هي قطعة الدهن اللي بتكون من تحت، لازم نقسمها بالنص لأنه في بيكون بقلبها دم مثل ما شايفين. ما تحسوا هالمرحلة صعبة لأنه رح تنبسطوا بالنتيجة. الأكل كتير طيبة. بعد ما نظفتها طلعت كل هي الكمية على الكب، بس حصلنا على القلوب النظيفة المرتبة، غسلتها مزبوط وتركتها على جنب. أنا بالنسبة إلي بحب فور على السودا وبحب فور على القلوب. على مدى خبرتي إنه صحيا يفضل إنه نقليها بالزيت فورا، بس أنا بفضل إنه نغليها. صدقوني بس تفوروا عليها رح تكتشفوا الطعمة مليار مرة أطيب من إنكم تنزلوه فورا بالزيت. حطيت هون شوية زيت نباتي، أو إذا بتحبوا تحطوا زيت زيتون وتوم مهروس. هي طريقتي يا جماعة مشان ما نتخانق. وحطيت بهارات عندي إياها عثماني مشكل. والسر يلي جربته بمطعم وكتير حبيت الأكلة من أيام سوريا، وسألته للزلمة قال لي إنه بحط بهار فلافل. هلا ليش بحط بهار فلافل ما بعرف، بس بتوقع التشكيل الموجود بالبهار هذا كتير طيب. والبصل والفلفل اختياري، وحتى التوم اختياري على ذوقكم. بس والله صدقا بعد ما تجربوها بهالطريقة هاي لتصيروا حتى أنواع اللحمة التانية تملوا منها وترجعوا تطبخوا السودا والقلوب بهالطريقة هاي. بس جربوها لمرة واحدة ورح تستمتعوا بالطعمة، وخصوصا بالبهارات اللي حكيت لكم عنها. طبعا وكالعادة ما بنزل هالأكلة هي إلا بسمع كتير انتقادات، فيا مرحبا بالانتقادات السليمة الغير جارحة. ما تنسوا اللايك والسيف. سلام.